ليش لازم نعشق فلسطين؟ وإذا أنت ما بتعشق فلسطين ففي عندك مشكلة بالضمير والإحساس والإنسانية. مع ذلك تابع هذا الفيديو لحتى أعطيك 5 معلومات تعشق فلسطين، وإذا في معلومة ما ذكرتها بالفيديو ذكرني فيها بالتعليقات لحتى كلنا نحب فلسطين. 5 معلومات بهذا الفيديو راح أعطيك إياها لحتى نعشق فلسطين لأنها جبارة ورب الكعبة. المعلومة الأولى: فلسطين أرض الأنبياء وموقع الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى والقدس الشريف وكنيسة القيامة، وهي المناطق مقدسة بالثلاث أديان، فوالله إنها قوية جدا فلسطين. المعلومة الثانية: الأكلات الفلسطينية اللي بتبدأ من المسخن للمقلوبة للنابلسية ومن ثم زيت الزيتون. يا إلهي، زيت الزيتون الفلسطيني خارق. أول ما تدوقه راح تعرف إنه هو أقوى زيت زيتون على وجه البشرية. ولازم نحب فلسطين كمان لأكلاتها. المعلومة الثالثة: أفضل مناخ ممكن تشوفه ببلد فلسطين من ناحية الطبيعة، بحر ونهر وزيتونة وجبال، جبال كلها خضار. المعلومة الرابعة: كل مدن فلسطين تقريبا لها تاريخ عريق جدا، فلا تخلو مدينة من عظمة فوق المتوقع. المعلومة الخامسة وهي الأهم: الشعب الفلسطيني شعب جبار يا جماعة، صامد وصبور على المحن، لا يتزحزح إلا أن تقتلعه، وإن قلعته تخرج البذور التي كانت مشرشة بالأرض. يا جماعة شعب جبار صامت عنيف، ودائما بيقول الأرض أرضنا، ولا يمكن أبدا أن نتخلى عن فلسطين العظيمة، فلسطين الحبيبة، مسر الرسول صلى الله عليه وسلم، فربي يحفظها ويفرجها عن كل المسلمين. هيك بيكون لازم تعشق فلسطين بالتأكيد، شو ما كانت جنسيتك وشو ما كانت ديانتك. والسلام على من أتى بالإسلام.